وعايز يخلص منك؟ بتقولي ايه؟ ما سمعتش. بتقولي ايه؟ جوزك بيخونك وعايز يخلص منك؟ يا جماعه يا جماعه بطلوا بقى موضوع السكم والبكم ده. فيها ايه يعني؟ لو نتكلم لازم نكتب يعني. وحضرتك هم دلوقتي قاعدين في الشقه، حضرتك دليفري يعني؟ شغاله مثلا محل ملابس دليفري جايه تقيسيها وهي قاعده في الشقه مثلا يعني؟ ولا ايه؟ ما في حضرتك بالبق، ربنا اخترع البق ليه؟ عشان نتكلم. يعني السكم والبكم ده يا جماعه يعني ما مش فاهم انا في ايه. بتقولي حاجة يا حبيبتي؟ ما بقولش حاجه يا جبريل. بكام ده؟ ب 100 جنيه بس. 100 جنيه؟ حاضر. هلو جبريل، عامل ايه؟ اخبارك إيه يا حبيبي؟ ايه ده انت لسه ما روحتش كشفت على ودنك؟ يعني مش قلنا نروح مستشفى السبع بنات اللي هي في المنشيه يعني؟ ولا احنا قلنا ايه؟ ما قلنا لك نروح السبع بنات نكشف على ودننا. يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ احنا شغالين سكم وبكم يعني ولا سكم وبكم بس؟ في ايه يا حبيبي؟ اتفضلي. ماشي شكرا. بقول لك يا جبريل، انا هروح بس التويليت وراجعه تاني. ما تتأخريش. حاضر. استني يا ست انت، فهميني الورقه اللي انت كاتباها دي. ايه جوزك عايز يخلص منك وبيخونك؟ هو انت تعرفي جوز جبريل منين؟ ابني شغال مع جوزك من بدري، وسمعوا كذا مره وهو بيكلم واحده وبيقول ان هم هيخلصوا منك ويتجوزوا بعض. جبريل؟ اه. مستحيل. طيب ابنك اسمه ايه؟ طب اقول لك على اماره؟ اه. استني هقول لك على اسم ابني، بس هقول لك. بص يا شوشو حبيبه قلبي، انا هحكي لك القصه. جبريل كان ماشي في الشارع، المهم قابل الحاجه كانت بتبيع هدوم. عارفه الناس السنين، قال لها دلوقتي شوفي لي واحده صينيه وبتاع اتجوزها. فالمهم حصلت الحكايه من هنا، واتعرف على واحده صينيه وبيخونها يعني. انا عايز اعرف حاجه يا جماعه، هو دلوقتي بتوع محلات الملابس بيجوا دليفري في البيوت مثلا يعني؟ بتطلبيها تطلع لك كاتبه على البتاع جوزك بيخونك او عايز يخلص منك، وتطلع تفرجك. يعني احنا دلوقتي بدل ما نروح نتفرج في المحلات ونتعب نفسنا ونروح مشاوير وسط البلد بقى والمنشيه ومحطه الرمل والكلام ده، يجوا لنا مثلا دليفري واحنا قاعدين نتفرج؟ ولا ايه الحكايه؟ على اماره اه. ان الشقه مكتوبه باسمك عشان ياخدوها هم، صح؟ ايوه فعلا صح. طيب ابني اسمه محمود. طب وجبريل هيعمل كده ليه؟ ده هو اللي كاتب الشقه باسمي، ليه هيبقى عايز يخلص مني؟ والله انت حره بقى معاه، استفلوا مع بعض. هو انت هترجعي في البيعه ولا ايه؟ لا انا هشتريها خلاص. قلت لي ابنك اسمه ايه؟ محمود. محمود. اساليه هو شغال معاه. طيب خلاص ماشي. بينا بنصيحتك وذكائك وفقاقتك يعني. حضرتك بتقول لها وكمان ايه يعني بالاماره ان جوز حضرتك كاتب لك الشقه تمليك. ما هو عادي يعني، ناس كتير بيكتبوا شقق لبعض تمليك يعني. شكرا. شكرا لله. ماشي. طب مش عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا بقى. ايه يا جبريل، اتاخرت عليك؟ اه يا بنتي، مالك متوترة وقلقانة كده ليه؟ لا مفيش. ده انا وات؟ دخلت الحمام قست البادي ده طلع قست حلو البادي؟ عليا. ايه ده؟ بادي اطفال. لا لا، ما هو جه مقاس يا جبريل، وبعدين جه ده مقاس رخيص، إيه؟ مفيش حاجه ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ انت بتشتري اي حاجة كده من اي حد؟ انا بقول لك يا جبريل، كنت عايز اسالك سؤال. تسألي.